ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. وبصراحه يا جماعه، اداء غير مبشر ب 2 جنيه قبل ما الموسم يبدا خالص. مستحيل تتفرج على الماتشات الوديه اللي احنا لعبناها وتقول ده مستوى فرقه هتكسب الدوري، او ده مستوى فرقه حتى هتنافس على الدوري. الموضوع مش مطمئن خالص، والموضوع مقلق. الاداء اللي احنا بنقدمه مقلق. انا نفسي افهم ليه ميكل ارتيتا وليه الفرقه بتلعب بجبن كروي. احنا ليه خايفين نهاجم؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي احنا ليه دايما متحفظين جدا، ليه خايفين نهاجم؟ طب ده ماتش ودي، انت خايف من ايه يا حبيبي؟ انتوا خايفين من ايه يا جدعان؟ ما تلعب كوره، ما تلعب كوره. امال انت لما تروح الدوري وتلعب بقى ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والماتشات الصعبه اللي عندك في الاول دي، هتعمل ايه؟ لو انت خايف وانت بتلعب فيا ريال وانت بتلعب توتنهام ولسه هتلعب اتلتيك بالباو، متحفظ قوي بالشكل ده وخايف من الكره الهجوميه وقاعد بتدافع وقاعد مقفل ومعتمد على الضغط، انا مش فاهم احنا ليه فقدنا اللي هو اكتر حاجه كانت بتميزنا، وهي ان الكوره هجوميه. وكنا دايما بنقعد نقول مشكلتنا ان احنا بنفتح جامد كتير جدا وبنسيب المساحات ورا وما بنعرفش ندافع وكده. بقى المشكله عندنا ان احنا لا دفاع ولا هجوم، الهجوم عندنا ضاع واللعيبه كلها بقت هجوميا جبانه، هجوميا جبانه. انا مش فاهم ليه، انا مش فاهم ليه هذا الاداء اللي هو يخلي الجماهير داخله الموسم، او حتى يعني هنحط رجلينا في اول ماتش في الموسم واحنا خايفين جدا. وبصراحه مش حاسس خالص ان انت هتكسب اول ماتش، ولا ان انت هتبدا بدايه كويسه في الموسم. وبدايه الموسم مهمه قوي، والجدول بتاعنا صعب مش سهل. الجدول بتاعنا احنا مش بادئين بماتشات سهله خالص. انت بتتكلم ان انت هتلعب مانشستر يونايتد وهتلعب ليفربول وهتلعب ماتشات تقيله في الاول. فانت بصراحه يعني اللي احنا شفناه والاداء اللي احنا شفناه ده، يعني ارجو او اتمنى ان ده يكون بس اداء ماتشات وديه، ولما ناخد بقى رتم في الدوري ونلعب بقى ماتشات الدوري اللي هي ورا بعض وكده، اللعيبه تاخد رتم وتاخد على بعض اكتر ويبقى في انسجام. تمام الكلام ده كله. انما بصراحه الواحد داخل يعني بصراحه كده، لو بالاداء ده هنلعب في الدوري فانت هتخش في منافسه توب فور، انت مش هتخش في منافسه حتى مش هتخش حتى في منافسه الدوري خالص، انت هتخش في منافسه على التوب فور. يا رب يا رب يا رب الاداء ده يتحسن في الدوري، لانه لو ما تحسنش احنا داخلين على مشكله كبيره جدا جدا جدا. وانا اقسم بالله لحد دلوقتي انا مش عارف ازاي ان احنا داخلين الموسم من غير جناح شمال. والله مش يعني دماغي مش مستوعبه ان احنا داخلين موسم كمان بمارتينيلي جناح شمال. مارتينيلي اللعيب اللي ما بيعرفش يعمل اي حاجه في الكوره، ما فيهوش ميزه. حد يقول لي ميزه في جابرييل مارتينيلي غير ان هو سريع وبيستخدم سرعته دي في ولا حاجه، ان هو بيجري وهو باصص في الارض لحد ما يخبط في اللعيب اللي قدامه. تمام. وقلت لكم ان مدويكي هيجي ارتيتا هيجربه في الجناح الشمال، وشفنا في الماتش اللي فات لعب شويه جناح شمال وشويه راح كان بيسقط كتير جدا ناحيه الشمال ويلعب كوينج شمال، وهو اصلا لاعب اشول ومش عدلته. وقلت لكم كله قاعد يقول انت ليه متضايق من الصفقه دي، ده بديل كويس لساكا وساكا ما يقدرش يلعب الموسم كله كامل. عشان انا عارف ان هو مش جاي بديل لساكا. احنا مش دافعين 55 مليون في لعيب بديل هنقعده دكه، ده جاي يلعب شمال. هو ارتيتا جايب وينج يمين تشيلسي مش عايزاه، جايبه عندنا عشان يلعبه وينج شمال اساسي. انا بقول لكم كده من الاول، بقول لكم كده من الاول، وكله قاعد بيقول لي ما تبقاش ضد الصفقه من غير ما تشوفه تلعب. ادينا شفناه اهو، عمل ايه؟ ضيع بينالتي، ده ابرز ما قدمه. يعني مش بحكم عليه من تضييع بينالتي، انما يا جماعه لعيب متواضع واحنا عارفين ان هو متواضع، وتشيلسي اللي بايعاه عارفه ان هو متواضع. هم بايعينه لنا عارفين ان هو لعيب مش جاي، يعني مش جايب همه، هو ده اخره، ده اخره. والا ما كانوش باعوه لك ب 55 مليون، والا ما كانوش سابوه يجي لك المنافس بتاعك وهو لعيب انجليزي ومديونه لك ب 55 مليون تقريبا. ما كانوش مصدقين ان انت عبيط ان انت عايز تدفع فيه 55 مليون. فانت داخل من غير جناح شمال تاني تاني، ودي مصيبه ودي كارثه، كارثه يا جدعان، كارثه. احنا كده انت مين قدام عندك غير يوكريش وساكا؟ مفيش. انت لازم كنا قعدنا نقول 100 مره ما ينفعش المهاجم من غير الجناح الشمال، لازم الجناح الشمال والمهاجم. قمت رايح مضيع 55 مليون في مدويكي اللي هو اصلا وينج يمين، وانت جايبه وتلعبه شمال. انا مش فاهم الصفقه دي، مش فاهمها. لازم كده نكون داخلين كل موسم يكون في حاجه غلطه هي اللي هتدفعنا الموسم ده، زي الصفقه بتاعت هافرتس اما دخلنا بيها الموسم ودفعنا الثمن، وزي الموسم اللي فات لما جبنا صفقات ملهاش اي علاقه بالهجوم ودفعنا الثمن. وصفقه ستيرلينج هي الموسم ده انا بقول لكم هي صفقه مدويكي، هي صفقه مدويكي اللي كان لولاها كان ممكن نوفر فلوس اكتر ونزود عليهم
ونحطهم في لعيب وينج شمال توب، لياو بقى، رودريجو، كومان، اي حد. انما مدويكي دي صفقه غير مفهومه تماما تماما تماما، ان انت تسيب كل اللعيبه اللي موجوده في العالم وكل اللعيبه اللي موجوده على الساحه اللي ممكن تستفيد بيها وتروح تجيب لي مدويكي. دي انا مش فاهمها، مش فاهمها ولا هفهمها، ولا هفهمها. لان انا المستوى اللي هو هيقدمه في الدوري هو نفس المستوى اللي قدمه مع تشيلسي الموسم اللي فات، اللي هو كان مستوى عادي جدا. فانت مستني ايه من لعيب هو اوريدي انت عارف مستواه مش هيمشي لك على الحيطه؟ يعني انت ما عندكش سحر في النادي، عندك احنا مش صحراء. هو لعيب جايب مستواه، انت عارف مستواه. فبصراحه حاجه صعبه جدا، يعني حاجه صعبه جدا جدا جدا. انا بجد يعني الحاجات اللي ارسنال بيعملها دي بالنسبه لي انا ما بفهمهاش، انا ما بفهمهاش. وانا عارف ان احنا مش هنجيب صفقه تاني، مش لا هنجيب ايزي ولا رودريجو ولا لياو ولا غيره. احنا داخلين كده، احنا داخلين كده يا جدعان، خلاص تقبلوا الوضع، تقبلوا الوضع. الناس اللي كانت في ناس كانت بتحلم، ناس جميله جدا بتقول لك احنا هنجيب رودريجو وايزي ويوكرش وجنا. انتوا ايه يا جدعان؟ انتوا لسه بتشجعوا ارسنال اول امبارح؟ ارسنال ايه اللي هيجيب ايزي وهيجيب يوكرش وهيجيب رودريجو؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ هو يوكرش وقفل كده على كده، هي دي الصفقه التوب، والباقي كله في فيستك. صفقه مدويكي فيستك، نورجارد صفقه ملهاش ستيل لازمه، موسكيرا كل الكلام ده ماشي على عيني وعلى راسي، بتدعم وبتعمل عمق في السكواد تمام. انما في الاول وفي الاخر مين الاساسي عندك؟ عندك واحد رقم 10 ما بيفقهش شيء في الكوره، هو اوديجارد. عندك مدويكي جايبه تلعبه شمال وهو لا بيعرف يلعب لا يمين ولا شمال. وعندك جابرييل مارتينيلي هنبتلى بيه موسم كمان. وطبعا مطلع يوكرش في الماتش ومنزل ميرينو مهاجم. يا ابني ميرينو مهاجم دي احنا لعبناها عشان كنا مزنوقين الموسم اللي فات في اصابات، يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي. دي اتلعبت في الامرجنسي في الطوارئ. ميرينو مش مهاجم يا بابا، ميرينو خط وسط. انا مش فاهم بصراحه، ارتيتا بالنسبه لي ابتدى بيعك جامد قوي 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 قوي. ويا رب ما نخشش بس بهذا المستوى، ربنا يستر، ربنا يستر. وحذاري انا بقول لكم، لو ما جبناش جناح شمال ما تتعشموش في دوري ولا في غيره. مفيش حد بياخد بطوله كبيره وعنده مارتينيلي وتروسرد ناحيه الشمال، لعيبه لا يعتمد عليهم. انا بحب تروسرد وشايف ان هو كويس، بس هو كويس كلاعب ينزل لك من البنش يلعب ماتش ماتش لا، انما لا يعتمد عليه كاساسي على طول ناحيه الشمال. وخلينا متفقين على كده، تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها بصراحه، ماكس دومن لعيب كويس جدا 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 جدا. وبرده دي من الحاجات اللي تجننك، اللي هو انت لو عندك اوريدي لعيب بيلعب في الحته دي كويس، انت ليه جايب مدويكي؟ لو هو ماكس دومن ده بيعرف يلعب رقم 10 كويس وبيعرف يلعب ناحيه اليمين كويس، طب ما كنت تخليه هو بديل ساكا ونوانيري هو يبقى رقم ال10. طب يعني انت عندك لعيب من الاكاديميه احسن من مدويكي اصلا، اوريدي احسن من مدويكي. لعيب كويس جدا وبياخد ريسكس على الجون ومش خايف وبيعمل بيباصي احسن من اوديجارد بكتير، وعنده نزعه هجوميه احسن من اوديجارد بكتير. هو ده الرقم 10 اللي بياخد مخاطرات، اللي بيحاول يشوط على الجون، اللي بيحاول يعمل حاجات ريسكي، اللي بيحاول يقطع مسافه بالكوره. ما ينفعش رقم ال10 يبقى جبان، ما ينفعش البلاي ميكر بتاعك يبقى جبان زي اوديجارد كده ويقعد يحاول يستخبى في الملعب. انت الرقم ال10 ده لازم يكون كده واحد بيحاول عنده جرأة، بيحاول يلاقي حلول بره الصندوق، لما الماتش يعقرب معاك هو اللي يلاقي لك الثغرات. هو ده، هو ده. انا والله شايف ان كان ماكس دومان ده او كان يبقى نوانيري هو بديل ساكا، وماكس دومان ده يلعب اساسي 10 واوديجارد يقعد. وبالفلوس بقى دي كلها اللي انت صرفتها في مدويكي كنت تحوشها وتزود عليها وتجيب رودريجو، بس تبقى انت داخل عندك ساكا رودريجو يوكرش، شكرا، ما حدش هيوقفك، ما حدش هيوقفك. انما يعني تخطيط غلط، تخطيط غلط. لا انت احنا حد كده عارف احنا هنخش الموسم الجاي ايه التشكيله الاساسيه؟ يعني انت دلوقتي عندك ماكس دومان ده مش هيلعب اساسي ليه؟ طيب نوانيري ده ما يلعبش اساسي مكان اوديجارد ليه؟ هل هو هيبدا على طول بمدويكي شمال ولا مارتينيلي شمال؟ محدش فاهم حاجه، محدش فاهم حاجه. وربنا يستر على اول كام ماتش. انا بقول لكم اول 3 ماتشات في الدوري هيحددوا مصير الدوري بتاعنا بشكل مهم جدا. لو ال3 ماتشات دول مثلا خسرت 2 وتعادلت، او تعادلت 2 وخسرت وكده، دي هتظبط النغمه بقيه الموسم. انما لو لازم مهم قوي ان انت اول كام ماتش يبقى عجله الانتصارات تشتغل عشان اللعيبه تاخد ثقه والفرقه تاخد ريتم. انما لو بديت بدايه وحشه الف شكر، متشكرين جدا 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 جدا. والفرق التانية مش بتسكت على فكره. يعني مانشستر يونايتد دلوقتي عندهم خط هجوم يحترم، ان هم خلاص بيخلصوا في سيسكو، تمام. فانت عندك سيسكو ومبويمو وبرونو فرنانديز وكونيا، دول 4 قدام تقال، تمام. انا شايف ان احنا ما عندناش غير يوكرش وساكا.
انا شايف ان يوكريش وساكا الباقيين ضايعين. هم عندهم برونو فرنانديز ويكونيا وسيسكو ومبويمو. يعني لو قلنا كده كده يوكريش انا بالنسبه لي احسن من سيسكو، انما مبويمو لو هيلعب مثلا رقم 10 او برونو فرنانديز هو رقم 10 احسن من اوديجارد. مبويمو ساكا احسن منه. كونيا انا مش عارف بقى هم هيلعبوها ازاي. يعني لو هو كده كده اي حد فيهم هيلعب رقم 10 يبقى احسن من اوديجارد، اي حد في الشباب دي هيلعب شمال احسن من مارتينيلي. الايدج الوحيد اللي عندنا هو في اليمين وفي النص، انما ناحيه الشمال عندنا ضايعه بايظه خالص. وليفربول لو جابوا ايساك هتبقى مصيبه، هتبقى مصيبه عليك. ليفربول لو جابوا ايساك يا جدعان كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. هو دلوقتي نونز كمان مشي فبقى معاهم فلوس فوق الفلوس، ونونز راح الهلال السعودي، تمام. فالموضوع كله متوقف على نيوكاسل هيسيبوا ايزاك يتباع ولا لا. هو الراجل عايز يمشي وقاعد بيقول ان هو عايز يمشي وعايز يروح ليفربول وكده، فليفربول جاهزين، هو نيوكاسل اللي مش عايزين يبيعوا. فانت بتتكلم في ان ليفربول لو جابوا ايساك يا جدعان وانت داخل بمادويكي ومارتينيلي وتروسرد، كل سنه وانت طيب. موسم صفر جديد، انا بقولها لك من دلوقتي، انا بقولها لك من دلوقتي. فربنا يستر. انا مش متفائل خالص بيزد على اللي انا شفته، تمام. انا مش عاجبني الاداء، واتمنى ان الاداء في الدوري يعني يبقى مختلف وان انا اكون غلطان. ولسه عندنا ماتش مع اتلتيك بالباو، خلينا نشوف هنعمل فيه ايه وهنهبب فيه ايه، تمام. انما الوضع لا يطمئن، لا يطمئن. قولوا لي رايكم ايه بصراحه في الكومنتس، وشايفين الدنيا ازاي، شايفين الخطه اللي بنلعب بيها ازاي والطريقه الهجوميه، وشايفين هنجيب جناح شمال ولا لا، ولو ما جبناش في امل اصلا ناخد اي بطوله كبيره ولا لا. انا شايف لا عن نفسي، بس قولوا لي رايكم. هسيب لكم لينكس تيك توك وانستجرام واكس في الديسكربشن. ما تنسوش لو سمحتوا لايك وسبسكرايب، وهشوفكم الفيديو اللي جاي.